بداية شوط المباراة الأول وصافرة حكم اللقاء المشاري لقاء الهلال والشعلة في الأسبوع ال19 من دوري الزين السعودي للمحترفين. ركلة البداية للشعلة ولكن قطع الكرة للهلال في المحاولة المبكرة للتسجيل. ياسر القحطاني يأتي بالتسديدة الأولى وتصل لويسلي لوبيز. محاولات مبكرة مع البدايات للهلال، الشلهوب والكرة في المرمى. هدف أول للهلال، هدف أول في الثانية 17، هدف أول للهلال في الثانية 17. يسجل سلمان الفرج على ما يبدو. هذه الكرة حاول فيها في البداية وقطعها في البداية ياسر القحطاني، ثم مرر لويسلي لوبيز، سدد ياسر وعادت للتسجيل. بالفعل سلمان الفرج يسجل في الثانية 17 أسرع أهداف المسابقة حتى الآن. هذه عادة. الشلهوب أخذ الكرة بشكل جميل وسلمان الفرج يكمل بالرغم من محاولة الدفاع في إبعاد هذه الكرة، ولكن الكرة في المرمى. المحاولة كانت أيضا من المدافع مشعل العجبي، لكن الكرة في المرمى. هدف أول للهلال، هدف مبكر. هلالية مرتدة، المحاولة مع خطوات ما شاء الله واسعة مميزة من صاحب الهدف السريع في مباراة اليوم سلمان الفرج. تمريرة ممتازة، عبد العزيز الدوسري بعرضية ويخلصها بنفسه، خلصها بنفسه دفاع الشعلة في مرماه. والهدف من المهاجم أحمد الزعاق اللي عايد في هذه اللقطة. كرة عبد العزيز الدوسري السهلة تمر على دفاع الشعلة وتسجل في المرمى. هدف ثاني لصالح الهلال، هدف ثاني للهلال في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول. هذه عادة، شوفوا التمريرة كانت من سلمان الفرج ناحية عبد العزيز الدوسري، حاول يلعبها عرضية لويسلي لوبيز، اصطدمت في أحمد الزعاق وباسم عبد العزيز الدوسري كآخر لاعب من الهلال. كرة خلفية، ويسلي لوبيز يمر بشكل ممتاز. ويسلي لوبيز هنا يحاول بالهجمة المرتدة، ياسر معاه أيضا هناك ويحاول أخذ المكان أيضا ياسر. بالفعل مكان بعيد، الطاير، الله ياسر، الله يا ياسر. هدف في الدقيقة 22. ياسر القحطاني يعوض كرتين بكرة جميلة على الطاير، لكن شوفوا أخذ التمركز الجميل، أخذ التمركز الجميل. ياسر القحطاني كان بين اثنين من مدافعي الشعلة، أخذ المكان البعيد وفي الزاوية البعيدة، وويسلي لوبيز يضع عرضية مناسبة تماما، ياخذها على الطاير ياسر، على الطاير ياخذها ياسر، والكرة في مرمى سعيد الحربي. هدف. شوفوا عادة، شوفوا كان بين قلبين الدفاع لكنه اتجه واشر ايضا لويسلي لوبيز وياخذ كرة على الطاير ممتازة. ويسلي لوبيز عرضية ايضا نموذجية وياسر في المرمى. هدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال في الدقيقة 22. ياسر القحطاني امامه حائط صد ايضا بشري من لاعبي الهلال، ووصل الدويبي في التنفيذ. عالية كرة باتجاه المرمى والراسيات تجيب الهدف. هدف اول للشعلة في الدقيقة 41، هدف اول للشعلة. الكرة ايضا وسط مجموعة من لاعبي الشعلة داخل منطقة الجزاء، وتأتي الكرة في المرمى في غياب ايضا عن متابعة خط الدفاع الهلالي، خاصة في مركز قلب الدفاع. هذه عادة، وهنا الرأسية أيضا الأخيرة. النتيجة ظلت كما كان شوط المباراة الأول، تقدم الهلال ب3 أهداف مقابل هدف واحد للشعلة. محاولة للشعلة والتسديدة في المرمى. هدف ثاني للشعلة في الدقيقة 31. هدف ثاني للشعلة في الدقيقة 31 وهدف من نفس اللاعب، من لسان فاني في كرة ملعوبة أخطأ فيها وفي إبعادها الدفاع الهلالي. لسان يأخذها بشكل جميل ويسدد كرة في المقص الأيمن على يمين حارس المرمى عبد الله السديري الذي لا يملك شيء مع هذه اللقطة، والكرة بالفعل هدف جميل لصالح الشعلة. نفذ الكرة يوب يمسو يسجل هدف هلالي رابع، هدف هلالي رابع في الدقيقة 37. يوب يمسو يسجل هدف
لزيادة الفارق الذي قل، وكانت النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. يسجل يوب يوكسو اللاعب الذي دخل بديلا لياسر القحطاني، يسجل في الدقيقة 37 هدف رابع للهلال، هدف رابع للهلال عن